معي فضيلة الدكتور عبد الإله الفتني، استشاري قلب الأطفال والمدير الطبي بمستشفى منى للطوارئ، للحديث أكثر عن الاستعدادات الصحية للحجاج في هذا العام. لا شك دكتور أن الحج يعج بالكثير من الناس، وهناك يعني تزداد كثير من الاحتكاكات بين هؤلاء الملايين من البشر، ويشترط عليكم أن تضعوا حدودا لمثل هذه الأمور واشتراطات طبية معينة واستعدادات طبية معينة. فما هي أهم تلك الاشتراطات الطبية والخدمات التي تقدمونها؟ شكرا أستاذ أحمد. في الحقيقة الاشتراطات اللي نحن دائما نركز عليها بتبدأ قبل أن يأتي الحاج إلى المملكة العربية السعودية، هو في مكان في إقامته خارج الماء. دائما نحن يعني نؤكد على السفارة على الدول اللي هي بيجي منها الحجيج، انها يكون الحاج يكون على مقدرة تامة بأداء فريضة الحج. فجميع الحجاج لابد أن يخضعوا إلى كشف وفحص طبي شامل من الدولة اللي هو موجود فيها، وهذا الفحص يشمل جميع أعضاء الجسم، القلب، الضغط، أي أمراض مزمنة يعاني منها، أي أمراض معدية. كل الأمور هذه لابد أنها تكون واضحة جدا قبل أن يأتي الحاج إلى هنا. دكتور، الآن إذا الحجاج تواجدوا هنا في مكة، كيف يأخذ احتياطاته؟ مثلا في بلده لم يأخذ أغلب الاحتياطات من فحص وما غير ذلك، ولكن جاء إلى مكة بدون أن يأخذ احتياطاته. في الحقيقة نحن أول لابد أن نتأكد أنه في البداية أنه الحاج أخذ جميع التطعيمات الإجبارية. هناك تطعيمات إجبارية وهناك تطعيمات اختيارية. فالتطعيمات الإجبارية لابد كل الحجيج لابد أن يأخذوها، وخاصة بعض الأمراض التي نهتم فيها هنا في المملكة العربية السعودية زي الحمى الشوكية. في بعض الأحيان الآن بنهتم في الإنفلونزا والأمراض الموسمية الرئوية والحاجات هذه لابد أن يكون الحاج أخذها قبل 10 أيام أو أكثر من دخوله، ولكن لو دخل هنا نحن نحاول نعطي له هي قبل ما يبدأ فريضة الحج. الأمور المهمة التي يجب أن يتخذها الحاج أثناء وجوده هنا حتى لا يختلط ببقية البشر الذين يحملون بعض الأمراض المعدية مثل ما تفضل دكتور. طبعا الحجيج لابد أنهم يكونوا في أماكن تهوية مناسبة. يكونوا في مكان نظيف نوعا ما، بحيث أنه ما يعني لا يتعرضوا للالتهابات الرئوية المعدية من ناحية التسمم الغذائي والحاجات هذه. فلا بد أن يكون الحاج في أماكن نظيفة، وكذلك يكون يحمل أشياء نظيفة معه، سواء الأكل أو اللبس أو الأشياء الشخصية التي يحتاجها الحاج لأداء فريضة الحج، من ملابس، من أدوات حلاقة، كلها يجب أن تكون نظيفة، كلها تكون نظيفة، من مناشف، من هذه لابد أنها تكون نظيفة. وننصح كذلك الحاج بأنه يكون استعمالات شخصية للحاجات حقته، لا يستعملها شخص آخر حتى لا يتم انتقال العدوى من شخص إلى شخص آخر. تنصح للحجاج أن يأخذ معه حقيبة طبية احتياطية تكون فيها بعض الأدوية البسيطة؟ والله هذه نحن نعتبرها إجبارية. لا بد أنها تكون موجودة لدى الحاج حقيبة تحتوي على الحاجات البسيطة جدا، منها حاجات مثلا أدوية الحاج يستخدمها نفسه، سواء أدوية سكر أو أدوية ضغط أو أدوية للقلب، الأشياء المهمة اللي هو يحتاجها الحاج. وكذلك يأخذ حاجات بسيطة زي أشياء الضماد والحاجات دي، بحيث أنه لو تعرض في وقت من الأوقات لأي إصابات ممكن هو يحلها بينه وبين نفسه، لأنه في بعض الأوقات يكون هناك صعوبة للوصول إلى المركز الصحي. نشكرك دكتور عبد الإله
جزاك الله خير على هذه النصائح القيمة التي قدمتها لنا. بارك الله فيك. أصدقائي المشاهدين، نشكركم على هذه المتابعة من مشعر منى، وغدا لنا لقاء جديد بإذن الله تعالى. والآن ننتقل بكم إلى استديوهاتنا في الدوحة مع زميلي أحمد الملا وضيفه صلاح اليافعي. تفضل أحمد.